السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومعانا مصري عربي بيلعب في البريمير ليج، وهو أول كابتن مصري في تاريخ البريمير ليج وأول كابتن عربي في تاريخ البريمير ليج. الصورة واضحة قدامك، احنا بنتكلم على سام مرسي لاعب إبسويتش تاون. إبسويتش تاون نادي صاعد للدوري الممتاز حديثا هذا الموسم، بس مش ده إنجازه. الإنجاز الحقيقي إن هم صعدوا من التالتة للتانية ومن التانية للممتاز. لو عايز تعرف أكتر عن النادي ده هسيب لك لينك بيحكي كل تفاصيل النادي عندنا في الديسكريبشن. المهم ان احنا جايين النهارده نتكلم على سام مرسي. سام مرسي فعلا اسطوره مصريه، لانه اول واحد يلبس شارة الكابتن في تاريخ مصر والعرب في البريمير ليج، وده حدث كبير جدا لان هو اول كابتن مصري وعربي. المهم ان سام مرسي عشان يوصل للحظه زي دي عدى بحاجات كتيره قوي في مسيرته. فلو عايز تعرف ولو مهتم تعرف ايه قصة سام مرسي من تحت خالص لقمة دوريات العالم الا وهو البريمير ليج، وكمان يبقى كابتن في احدى الفرق من فرقه، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتابعنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. احنا بنتكلم على سام مرسي او سامي سيد مكاوي سعيد مرسي. هو لاعب من مواليد 1991 وتحديدا يوم 10 سبتمبر، يعني عنده 33 سنة بالظبط. المهم ان هو كان بدايته في ناشئين وولفرهامبتون، حتى انتقل الى نادي بورت فالي عشان يكمل المراحل السنية هناك قبل ان يتم تصعيده للفريق الاول. وتحديدا صعد في 2010 في دوري الليج 2. دوري الليج 2 اللي هو دوري الدرجة الرابعة الانجليزي، بتبدأ ليج 2 ليج 1 تشامبيونشيب، بعد كده بريمير ليج. يعني الدرجة الرابعة الانجليزي كان سام مرسي بدأ حياته فيها، وفضل يلعب مع نادي بورتفايل لحد ما بقى اساسي وثبت نفسه. لعب هناك سنتين ونص لحد ما بقى لعيب من اعمدة الفرقة الاساسية ولاعب اساسي، فلفت انظار نادي تشيسترفيلد ليه، وتشيسترفيلد قدر يشتري سنة 2013 ب 25 ألف يورو. يعني كلام فاضي خالص، جايين يشتروا ناشئ 25 ألف يورو، ده مش رقم. وراح معاهم على نادي تشيسترفيلد، وقعد أول موسم مع تشيسترفيلد في الليج 2 في الدوري الدرجة الرابعة لحد ما قدروا يصعدوا للليج 1 وهو دوري الدرجة الثالثة. وده إنجاز لتشيسترفيلد طبعا، وحاجة كويسة لسام مرسي إن هو يتدرج من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة الإنجليزي وهو لسه شاب صغير. غير إن هو إمكانياته كانت باينة من الأول، لأن هو في الموسم اللي صعدوا فيه للدرجة الثالثة أو الليج 1 الجمهور اختاره والنقاد اختاروه أحسن لاعب في فريقه من الفرق الصاعدة. احسن لاعب في تشيسترفيلد هو سام مرسي. وفي اول موسم لتشيسترفيلد في الدوري الدرجه الثالثه كانوا بيبصوا طبعا على سام مرسي لان هو بالتبعيه افضل لعيب في الفرقه، فكان محط انظار الناس في دوري الدرجه الثالثه. ففي الدوري الدرجه الثالثه تشيسترفيلد كان هيعمل معجزه ويصعد تاني لدوري الشامبيونشيب او دوري الدرجه الثانيه الانجليزي المصنف بسادس اقوى دوري في العالم، لان تشيسترفيلد مش النادي الكبير قوي انه يصعد بالسهوله دي. فوصلوا لحد البلاي اوف وللاسف ما قدروش يصعدوا لدوري الدرجه الثانيه، بس ده خلى العيون كلها بدأت تتجه نحو سام مرسي لحد ما جه الدور على موسم 2015 2016 وتشيسترفيلد قاعد في الدرجة الثالثة لحد يناير، او ممكن نقول بقى لحد 28 يناير 2016، لان في التاريخ ده نادي ويجان عجبه جدا سام مرسي وقعد يحاول معاه لحد ما قدر يشتريه ب 400 ألف يورو من نادي تشيسترفيلد، وده رقم كبير ساعتها في دوري الدرجة الثالثة. وقدر يلعب مع نادي ويجان أتلتيك من أول 28 يناير 2016، بقى لاعب رسميا في ويجان. بالمناسبة لعب له لعيبة مصرية كتير، أبرزهم وأشهرهم عمرو زكي. وبكده يبقى سام مرسي مع نادي أكبر بطموح أكبر إنه يصعد للدرجة الثانية الإنجليزي، وكده الدنيا حلوت شويه. بس للاسف ويجن برضه فشل في الصعود بعد الست شهور دول وما صعدش لدوري الدرجه الثانيه. بس في نادي تاني شافه قال لك اللعيب ده لعيب كويس قوي ويستحق يلعب معانا في الدوري الدرجه الثانيه الانجليزي، وهو كمان كان نادي صاعد وسبقه وهو نادي بارنسلي. وبالمناسبه بارنسلي برضه لعب له ميدو، يعني هو بينتقل لنادي لعب له مصري لنادي تاني لعب له مصري. المهم ان هو صعد للدوري الدرجه الثانيه بس مع نادي بارنسلي على سبيل الاعاره، وتحديدا الاعاره في اغسطس 2016، يعني بعد انضمامه لنادي ويجان بحوالي 8 شهور.
وقعد وكمل الموسم مع نادي بارنسلي، قعد سنه بالظبط هناك في دوري الشامبيونشيب، بس ما صعدوش لان هو الشامبيونشيب صعوده البريمير ليج محتاج انجاز شاق عشان تصعد له، فهم ما حققوش الانجاز ده. بس هو دلوقتي في الشامبيونشيب بيتقدم خطوه عن خطوه عن خطوه، لان في 2016 برضه في نادي تاني شافه واشتراه. لا، نادي ويجن صعد تاني ورجع لعيبه وقال له ارجع، انت من اللعيبه المميزه معانا واحنا صعدنا ومحتاجينك معانا في الفرقه يا سام يا مرسي. فسام مرسي رجع على تشامبيونشيب يبدأ موسمه 2017 2018 مع نادي ويجن. وزي ما قلت لك عن صعوبة الشامبيونشيب ان هو مش اي حد ممكن يصعد بسهولة، لازم يكون عنده اصرار جبال، لان الشامبيونشيب عامل زي الدوامة ما تعرفش تخرج منها، وممكن تلاقي نفسك هبطت للتالتة تاني ومش عارف تصعد له. فنادي ويجن قعد في الدوامة دي كتير، لدرجة ان سام موسى لعب معاهم في الشامبيونشيب بالظبط 83 مباراة قبل ما يتم لفت الانظار ليه بقى للمنتخب الوطني، لان الشامبيونشيب سادس اقوى دوري في العالم، فبيتبص عليه بصة كويسة من مصر، وده اللي خلى هيكتور كوبر يستدعاه لقائمة منتخب مصر قبل ما يبقى لاعب في كأس العالم 2018 ويلعب مع مصر في كأس العالم. بعد إصابة طارق حامد في المباراة نزل سام مرسي وشغل مكانه على طول عشان يبقى معانا سام مرسي في كأس العالم، والإنجاز التاريخي اللي مصر ما كانتش محققاه من سنة 90 حققناه ولعب معانا سام مرسي في المنتخب. وبسبب اختلاف وجهات نظر كما تقال عليها فنية ما بيتمش استدعائه حاليا للمنتخب كتير الايام دي، وحتى هو مش فاهم السبب ولا احنا فاهمين السبب، بس خلينا نقول وجهات نظر فنية مع المدربين الاخرين اللي مسكوا المنتخب في الفترة اللي فاتت. بعد ما قضى حوالي 3 سنين مع نادي ويجن انتقل الى نادي ميدلسبرا عشان يحاول يصعد لحلمه وحلم حياته وحلم اسرته كمان البريمير ليج، ان لاعب من عيلتهم يلعب في بريمير ليج. بالمناسبة سام مرسي من اب مصري وام انجليزية، يعني هم فاهمين كورة كويس جدا، مش محتاجين حد يقول لهم على تفاصيل اللعبة. لحد ما قعد مع ميدلسبرا موسم كامل، بعد كده في نادي شافه في الدرجة الثالثة وقال له احنا محتاجينك، وقعدوا يتكلموا معاه وتفاوضوا معاه ان احنا عايزينك جدا انت بالاسم، احنا مختارينك انت لاننا مش بس عندنا مشروع، انت كمان هتبقى قائد المشروع، انت هتبدأ معانا من موسم 21 22 واحنا عايزين نصعد للبريمير ليج. فهو الكلام في الاول ما اقنعوش قوي، يعني ايه انا بلعب في دوري الدرجه الثانيه وخلاص فاضل لي خطوه على البريمير ليج عايزين تنزلوني للدرجه الثالثه؟ فهم قالوا له احنا عندنا مشروع كذا 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 كذا، وشرحوا له بالتفصيل ان احنا هنصرف على لعيبه معينه، هنجيب بطريقه معينه، هنصعد للبريمير ليج اسرع من اي حد لو اجتهدنا واشتغلنا على نفسنا والحظ وقف في جنبنا. وقالوا له احنا كده كده معانا كابتن باول كوك، وهو اساسا اللي هيبقى مشرف على رحله الصعود كامله. وبالنسبه للكابتن باول كوك هو اساسا مدرب سام مرسي في مرحلتين مختلفين من حياته، في الشامبيونشيب ودوري الدرجه الثالثه، فهو عارفه كويس جدا وبيحبه اساسا. فراح مع مدربه نادي ابسويتش تاون وهو متعلق بامال الصعود بعد ما قرب يكمل 500 مباراه في الدوري الانجليزي بدرجاته كلها ولسه ما شافش البريمير ليج عامل ازاي، لدرجه ان هو اساسا لاعب قبل كده مانشستر يونايتد في الكاس وهو في ويجن، لكن الحظ لم يحالفه وما لعبش قدامهم ولا مره في البريمير ليج نادي بقيمه مانشستر يونايتد او ليفربول او تشيلسي او السيتي او الانديه دي. فالمهم ان هو راح معاه على ابسويتش تاون ولقى ان كلامهم فعلا حقيقي. بعد شهرين بالظبط من انضمامه لنادي ابسويتش تاون لقى نفسه كابتن الفريق. بعد كده بدأت رحلة الصعود الحقيقية، لأن نادي إبسويتش تاون من الأندية القليلة اللي حقق معجزة، لأن هو في موسم 22 23 صعد من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية، ومن 2023 2024 من الدرجة الثانية للممتاز، يعني هو صعد مرتين ورا بعض، وده حاجة مش سهلة، دي حاجة مرهقة. أنت بتتكلم إنه مثلا لاعب حوالي 80 ماتش كسب منهم مثلا في 70 ماتش عشان يقدر يعمل كده في خلال سنتين. انت بتتكلم ان نادي قعد عامل استريك مرعبة عشان محدش يقدر يخطف منه البوش او الدفعة دي ان هي تصعده على طول. وكمان سام مرسي مش كده وبس، سام مرسي لعب كل الماتشات تقريبا ما عدا 4 ماتشات عشان الايقاف، منهم واحد ايقاف عشان يتكلم عن حاجة ما بيحبوش يسمعوها. قال احنا محظوظين ان احنا بنلعب كرة قدم في وقت العالم كله
مشغول بحاجات تانية والناس مش لاقيه بيوت تقعد فيها. وانا مش هينفع افسر واقول بالظبط اللي سام مرسي قاله، لكن هو كان واحد من اعظم التصريحات اللي سمعتها في حياتي في ملعب كرة قدم وفي ملعب انجليزي كمان. فدي حاجة جميلة جدا جدا، وانا فرحت لما سمعتها. ومن ساعتها كان تركيز الشعب كله مع سام مرسي في موسم الصعود بسبب مواقفه الشجاعة اكتر من امكانياته الفنيه. لكن لو بتبص على امكانياته الفنيه، هو في موسم الصعود خد احسن لاعب في فريق ابسويتش تاون، وكمان طلعوا المركز الثاني ب 96 نقطه وجايبين اكتر من 100 هدف، زائد انه صنع الهدف الثاني ليهم في مباراه الصعود. يعني هو مش لعيب قليل اطلاقا، بقول لك لاعب اساسي كل الماتشات، وكمان محور دفاعي قدم اكتر من 10 مساهمات هجوميه في الموسم اللي قدروا يصعدوا فيه مع ابسويتش تاون. ومنذ صعوده اساسا بيلعب اساسي في اللحظه دي، حتى في الجولات 13 و14 ما قدرش ينسحب من المشهد، ولبس شاره الكابتنه العاديه. والناس طبعا فاهمه يعني ايه شاره الكابتنه العاديه. في جولات ما ينفعش يتلبس فيها الشاره العاديه، هو صمم على موقفه ولبس الشاره العاديه وما خافش على حلمه اللي اول مره يتحقق ليه في مسيرته في سن ال 33 عام، انه يتسحب ويروح منه ويظهر لنا حد بالشجاعه دي مش خايف على اقصى احلامه بعد ما اتحققت ان هو يتاخد منه ويبين موقفه لاخر لحظه. فكده سام مرسي بدأ معانا الرحله من دوري الدرجه الرابعه ولعب فيها، ودوري الدرجه الثالثه ولعب فيها والثانيه، وكمان صعد البريمير ليج وقدر يلعب فرق كبيره جدا زي مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وقدر يلاعب ليفربول. كل ده وسام مرسي اساسي وكابتن الفرقه بتاعته في البريمير ليج، وده حاجه مش سهله اطلاقا. فانا فخور ان سام مرسي مصري وكمان بيلعب في البريمير ليج، وراجل ليه مواقف واضحه ومستواه الفني محترم جدا جدا يؤهله لعب منتخب مصر بسهوله، واتمنى اشوفه في منتخب مصر تاني. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. واهلا بسامي معانا في البريمير ليج، كابتن عربي للمره الاولى في التاريخ. وسلام عليكم.